تورط مغاربة في الاعتداء على قاصر جزائري بالولايات المتحدة الأمريكية. ولمزيد من التفاصيل حول هذه القضية يلتحق بنا الزميل بلال كباش من الولايات المتحدة الأمريكية. أهلا بك بلال، ضعنا في الصورة ما حدث وما هي تفاصيل الاعتداء. نعم، أولا المؤسف جدا ما حدث يا مالك، لأنه تعرف أن الجزائريين أصبحوا محبوبي الجماهير الأمريكية هنا في أمريكا. تعرف أنه كل التسهيلات قدمت لنا ولكل المناصرين. تعرف أنه كل الجزائريين لما أنه الأمريكيين اقتنوا تيشيرت المنتخب الوطني أكثر من الجزائريين اللي اقتنوه هناك في أمريكا. كان هناك يعني ربما محبة خاصة من الشعب، أنا أتحدث عن الشعب والمناصرين الأمريكيين للجزائريين. للأسف يأتيك الضرر والخديعة من يعتبرون جيران لنا في الجغرافيا. أتحدث عن الجغرافيا ولا أتحدث عن شيء آخر، لأنه شيء آخر أنتم تعرفونه والكل يعرف. نعم، الطفل وسيم، اسمه وسيم، يبلغ من العمر 14 سنة، يقطن ببوسطن، ولد ببوسطن من أب جزائري وأم جزائرية. خرج رفقة أصدقاء له من المغرب لمشاهدة مباراة المغرب ضد هولندا. كان متواجد في الفانزون، يعني راح الفانزون يعني أين يتواجد الأنصار أو يشاهد الأنصار المباراة يعني. كان هو يعشق بلاده. أنا أتحدث معك وأنا كنت قريب جدا له. تحدثت مع لا أريد أن أكشف تفاصيل أخرى يعني، لكن هو محب جدا للجزائر. كان يقتني أو كان يرتدي لباس الفريق الوطني. للأسف لما سجل هدف أو سجلت هولندا هدف ضد المغرب، الجمهور المغربي الذي كان متواجد في الفانزون قام بضرب الطفل وسيم ضرب مبرح. اعتدوا عليه اعتداء مبرح. حوالي حسب المصادر، أنا أتكلم لك على مصادر أمنية يعني. نعم. أمريكية، لأن التحقيق سأقول لك ما جرى بعدها. نعم. فات 35 شخص اعتدى على طفل وسيم. الشخص مغربي يعني، كان وحده وحتى أصدقائه اللي كانوا معاه، اللي مشاو معاه إلى الفانزون يشاهدون مشاهدة المباراة، لم يقفوا إلى جانبه. هذا كذلك تطرح العديد من التساؤلات، ونأخذ أصدقائه من المغرب. إذن الطفل وسيم مباشرة بعد الاعتداء عليه تم نقله على جناح السرعة إلى مستشفى بوسطن. التقرير الطبي الأول يكشف عن وجود ربما إصابات متعددة في جسم الطفل. الحمد لله أن الطفل كان ذكي، انقلب على يعني نام على وجهه. نعم، أخطأ وجهه، لأنه لو ترك الأمر كذلك أو ترك الأمر كذلك ستكون الكارثة أكبر. إذن تم نقله إلى مستشفى بوسطن. الوالد ديالو الآن لا يزال معه في المستشفى. إذن أنا نتكلم لك هذا الواقع. المصادر تقول أنه الأعضاء القنصلية الجزائرية في نيويورك، وهي تبعد على مسافة ساعة على بوسطن في الطائرة يعني، تنقلوا إلى عين المكان، إلى عين الحديثة، وكذلك إلى المستشفى. الآن أنا أتحدث معك واليوم هو الطفل وسيم لا يزال مع والده في المستشفى لإجراء فحوصات طبية أخرى. تم تقديم شكوى رسمية إلى الأمن الأمريكي تكفلت بها الاف بي اي، هي من تكفلت بالشكوى. تم رصد الكاميرات. تعرف أنه في أمريكا الفانزون مزودة بعديد الكاميرات مراقبة. تم تزويد الأمن الأمريكي بالصور وفيديوهات المعتدين. نعم. رسميا تم رفع الشكوى من طرف اولا من طرف القنصليه الجزائريه بما انه جزائري. نعم. وكذلك اقول لك انه حتى الطفل يملك كذلك جنسيه امريكيه، يعني حتى السلطات الامريكيه تحركت بسرعه نعم، تحركت بسرعه. الان الامر دخل قيد التحقيق ورصد الكاميرات. كل من تورط في هذه خليني نقول لك هذه العملية الحقيرة ضد طفل يبلغ من العمر 14 سنة، وهنا في أمريكا طفل 14 سنة من يعتدي عليه يعني العقوبة ستكون قاسية جدا ضدهم. أؤكد لك أنه أعضاء القنصلية الجزائرية تكفلوا جيدا بالعملية، تكفلوا، هم متواجدون الآن مع والد الطفل
وحق الطفل. الاف بي اي كذلك متواجد في المستشفى في هذه الوقت اللي انا نتكلم فيه نعم. مع الطفل لاجراء التحقيقات، اكيد سماع شهادات الطفل. هل هناك بعض التفاصيل عن التحقيقات بلال، عن التحقيقات الامنيه؟ التحقيقات انا اعطيت لك بعض التفاصيل، انه الطفل خرج لمناصره الفريق، هو كان وولد في امريكا. وتعرف يا مالك انه جار السوء خليني نقول لك دائما كان يروج لي خاوه. هو يعتقد الطفل الوسيم كان يعتقد بخاوه، لكنه اصطدم بالواقع الذي اصطدمنا به جميعا وسيصطدم به من لم راح يناصر بعفويه يعني بعفويه يعني وببراءه، وطفل صغير وشباب، واعتدوا عليه اندال. شفت الوجوه ديالهم يعني تاع المعتدين، وجوه يعني خليني نقول لك حقاره اكثر من هذيك ما تقدرش تشوفها. للاسف انا نقول لك انه احنا متواجدين ما كناش حابين ننشروا هنا في امريكا، لانه احنا الحمد لله لقينا ترحيبا كبير من هنا في امريكا. صحيح. ولكن المناصرين تاع المغرب تلقاو، نتكلم لك على الكبار يعني سيدي، شباب كبار في السن، تلقاو كثير من الضرب والاعتداءات من طرف مناصرين امريكيين في امريكا. حتى التصريحات التي كنت تقولها انت بلال من الامريكيين كلها محبه وتشجيع للمنتخب الجزائري. اكيد كان هناك احترام يا مالك، احترام للشخصيه الجزائريه، عكس تماما انه الامريكيين هنا في كل مره يعني يضربوا المناصرين المغربيين، يضربوهم يعني. وحتى في نيويورك كان هناك جزائريين هم من يعني انقذوا بعض المغاربه الذين تم الاعتداء عليهم ليلا من طرف المناصرين او امريكيين هنا في امريكا. لماذا؟ لانه بعض المغاربه ارادوا اثاره الشغب في نيويورك، كانوا في حاله سكر، اثاروا الشغب فتلقوا نصيبهم من الضرب المبرح الحقيقي، يعني في مدهم يعني شباب لشباب. لكن لما يعتدي كبار على طفل وسيم ومجموعه على فرد ايضا، هذه انا اتحدث عن 35 فرد قله رجوله يعني يقول تبع لا نعم 35 شخص اعتدى على طفل وسيم. هو الان في حاله نفسيه خليني نقول لك سيئه جدا. حتى تم يعني الاعتناء به نفسيا، سواء من طرف القنصلية الجزائرية في نيويورك او كذلك من طرف السلطات الامريكيه التي قد او يعني تكفلت نفسيا بهذا الطفل. هو الان حتى انا اتحدث معك الان هو متواجد في مستشفى بوسطن. اذا التحقيقات الآن على قدم وساق، من قام بهذا الفعل الحقير سيلقى يعني عقوبة قاسية جدا. هنا في أمريكا خليني نقول لك أن القانون يقدر يروح حتى 20 أو 25 سنة سجن لكل من يعتدي على طفل بالضرب. نعم. ولك أن تتصور ما تعرض له الطفل. يعني بين السلطات الأمريكية سفارة الجزائر في أمريكا هم طرفان في هذه الشكوى ضد هؤلاء. نعم، طرفان في هذه الشكوى ضد هؤلاء نعم. العملية الحقيرة التي تمت في حق هذا الطفل وسيم.